دمرتنا الحياة والفقر دمرنا أكتر. أنا اسمي جوال بشوتة، عندي 4 أولاد، الكبير عمره 10 سنين والصغيرة عمرها 3 سنين. محرومين من كتير أشياء، من الظهرات، من الفوتات، من الأكل، من الشرب، من كل شيء محرومين. مثلا كيلو اللحمة كنا نجيبه نعمل بطبخة، هلا بالشهر مرة يمكن بس قبض بيون أول الجمعة بنجيب أول الشهر، وبعدين ما بنقدر نجيب اللحمة على البيت، بنعيش على الفاصوليا على العدس هيك. بخاف عليهم إن ما يكبروا وما يطولوا، يكون عندهم سوء تغذية وما عم بيقدروا ياكلوا لا لحمة لا دجاج لا فواكه. دي بس ولدك ما فيك تقولي له لا، يمرق من حد شغلة ايه وبعدين بنجيب. هيدا ولد ما بيفهم انه بيو مثلا ما معهم مصاري، وجوزي كل اللي بيقبضهم 2.5 مليون، وين الموتير وين الكهرباء. يعني في اوقات بننزل على السوبر ماركت ما بنقدر ننزل اولادنا معنا، لانه اذا استحلوا شيء ما فيك تقولي لهم بعدين. يعني البنت اذا بدها شغله ما بنقدر، كيس التشيب صار 5000، اذا بدها تجيب الاربعه ما بتقدري. يمكن اول جمعه من الشهر تعطيهم وبعدين لا. لهون وصلنا. كثير تعبتنا هالحياة، كثير كثير كثير، يعني أكثر ما بتتصور. إذا بقول لك تعبنا يمكن من هلا لآخر الدنيا ما بتصدق.